السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الأول كده بترتيب أوراقنا، كنا فين ووصلنا لفين دلوقتي. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن أهمية الذكاء العاطفي، وبعد كده ما هو الذكاء العاطفي وبيتكون من إيه. وزي ما قلنا إحنا في رحلة مع بعض بنتعلم بقلبنا، لأن ده أسرع حاجة وأفضل حاجة لأننا نتعلم. هنعدي دلوقتي على العقل بيشتغل إزاي. لو بصينا على العقل هنلاقيه متقسم ل3 أجزاء. الجزء الأولاني وده بنتشابه فيه مع كتير من الكائنات الحية، وهو العقل الغرائزي. مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن عملية الهضم وحركة القلب والتنفس، مسؤول كمان عن عملية الكر والفر. بنشوف كده لو انت نشيت طيرة بتطير وتفضل تنش وراها، هي تجري وانت تجري وراها. علشان كده بنتشابه مع كتير من الكائنات الحية في الجزء ده. الجزء الثاني وهو العقل العاطفي، وده مسؤول عن الأمن والأمان وتوفير السعادة، وده برضو بنتشابه فيه مع كتير من الكائنات الحية. لو شفنا مثلا غوريلا بنلاقيها بتحمس ولادها وبتدعمهم وبتوفر لهم الأمان وبتكون سعيدة كمان بسعادتهم. الجزئين دول واخدين مساحة من العقل حوالي من 90 ل 99%. وهنا نوصل لآخر جزء ربنا كرم الإنسان بيه، العقل الواعي. سبحان الله، مع إنه 1% من إجمالي مساحة العقل، لكن ده اللي ربنا ميزنا بيه عن باقي الكائنات الحية. مسؤول عن إيه العقل الواعي ده؟ مسؤول عن التفكير والتحليل المنطقي، مسؤول كمان عن التطور، بيقود المشاعر والأفكار للوصول لأفضل الاحتمالات الممكنة ليك. يبقى العقل عبارة عن 3 أجزاء. نعيد مع بعض علشان نذكر بعض بالكلام. جزئين بنتشابه فيهم تقريبا مع كل الكائنات الحية، وجزء واحد ربنا خصنا بيه وهو العقل الواعي. طيب ما أنا بحلل وبفكر وليا مشاعر عادي وبستخدمهم. هقول لك صح، معاك حق، لكن ما تنساش ان فترة التربية والصحاب والمدرسة والمجتمع ليهم عامل في تغيير طريقة التفكير. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن طرق التفكير الغلط اللي هي طرق التفكير المختلة، ودي لازم تماما نبعد بعيد عنها واحنا بنحلل او واحنا بنفكر في اي حاجة. يعني ما نشخصنش الامور، يعني ما نهولش وما نهونش من الامور. وطبعا اللي عايز يشاهد فيديو اساليب التفكير الخاطئة ده يرجع تاني، وهسيب لكم اللينك في الوصف تحت. بمعنى يعني واحد ابوه كان بيقول له يا فاشل، وعمه بيقول له انت مش نافع في حاجة، لما يكبر هيحلل ايه؟ وشعوره عن كل مشروع بيبدأ فيه او اي فشل في حياته هيكون ايه؟ في الكورس ده احنا عايزين نعرف حاجة، وهي انك مكرم من قبل رب العالمين، ولقد كرمنا بني آدم. وانت لسه بترضع مكرم. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان اي فعل غلط انت بتعمله مش معناه انك فاشل شخصيا او شكلك وحش، لان دي افكار غلط عن نفسك. كل واحد فينا جواه حاجة ربنا خصه بيها عن التاني. انت لسه ما لقيتهاش، انت لسه بتدور عليها، لكن هي موجودة جواك. احنا هنا بنحاول اننا ندخل جواك وندور مع بعض عنك الحقيقي. خلينا في الرحلة دي نساعد بعض. وزي ما قلنا قبل كده احنا بنتعلم بقلبنا، لان المعلومات البحتة مفيش اكتر منها في اي مكان، لكن ازاي تدخل المعلومة قلبك وبالتالي تقدر تنفذها، احنا هنا بنبدأ بيك انت كبني آدم مكرم اولا عنده عقل واعي. لان العقل الواعي ده بيقول لك ما تبصش للماضي والميموريز بتاعتك، ولا تبص للمستقبل. خلينا في الوقت دلوقتي ده. انت موجود هنا الان وحاضر دلوقتي علشان تصنع المستقبل، وبتفتح الباب على الماضي علشان تتعلم منه وتقفله تاني. ولكن ان انت تشتغل وتعامل الناس بالماضي بتاعك او تفضل مشغول بالمستقبل دايما، انت مش هتعمل حاجة في الوقت الحاضر. فعينيك دايما على الحاضر، لانها هتصنع المستقبل، وبتفتح باب الماضي فتحة بسيطة تتعلم منه وتقفل الباب تاني. وبالتالي احنا بنبدأ بيك انت كبني آدم. اولا عندك عقل واعي، عندك مشاعر، واصل الحكاية هي المشاعر. انت محتاج ايه مع الكلام ده؟ انت محتاج مع الكلام ده كله، محتاج انك تتواصل مع نفسك تواصل حقيقي، وبالتالي تعرف تتواصل مع الناس ومع رب العالمين. ازاي
ازاي بقى اتواصل مع نفسي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. انتظرونا. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وما تنساش مشاركتك معانا بتجربة حصلت ليك هتنور لناس كتير طريق مظلم قدامها. وفي النهاية احب اختم كلامي بمقولة بتقول ان احنا مجانين لو ما قدرناش ان احنا نفكر، ومتعصبين لو ما كناش عايزين نفكر، وعبيد لو ما كانش عندنا جرأة ان احنا نفكر. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.